بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين والمتابعين متابعين قناة مستر محمود عبد المحسن، تحياتي لكم، أهلا وسهلا بحضراتكم، وحشتوني جدا. معانا مثال مشرف لطالب من أبنائنا، أبناء المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، مدرسة مبارك كول بمدينة السادات المنطقة الثامنة. معانا طالب مشرف جدا، ابن من أبنائنا، هنتعرف عليه. هو دخل وبعدين دلوقتي بقى فين، وهيبقى مثال مشرف لزمايله واخواته اللي في المدرسة. نتشرف ونتعرف بالطالب معانا. اتفضل. عبد الغفور فرحات. طيب عبد الغفور فرحات. منين يا عبد الغفور؟ نعم. منين؟ أساسي من أشمون. عبد الغفور من أشمون، بلد جميلة جدا، مخرجة رجل من الرجالة الكويسين اللي هم حضروا بأخلاقهم ومشوا بأخلاقهم في المدرسة. احكي لنا عن تجربتك يا عبد الغفور في المدرسة الأول لما دخلت في خلال 3 سنين، وبعد كده نشوف دلوقتي الدنيا معاك عاملة ايه. هو في الأول أول ما دخلت في سنة أولى كانوا حطوا لنا نظام جدارات سيمنز ألماني. تمام. أول ما دخلت فطبعا النظام كان جديد ومحدش عارف أي حاجة، فطبعا المدرسين اللي معانا يشكرهم جدا إن هم ساعدونا ووقفوا جنبنا وما تخلوش عنا. كانوا طبعا كلهم بالنسبة لنا كان أخوات كبيرة، يا أب يا أم، مفيش حاجة اسمها ده مدرس وخلصنا، لا، كان دايما يقف جنبك ويفهمك، وتروح له مرة واثنين وثلاثة تسأله ويفهمك. واحنا من اول يوم دخلنا فيه واحنا حاطين هدفنا قدامنا، ما كنتش انا لوحدي، كنت انا وزمايلي، عندك مصطفى محمد وعمار وسيف وناس كتير وابراهيم وناس كتير قوي معايا. فكلنا كنا حاطين هدفنا ان احنا ان شاء الله ندخل هندسه، والحمد لله بتوفيق ربنا وصلنا اللي احنا عايزينه. في اول سنه تمام دخلنا خدنا الدورات العملي عادي، مفيش اي مشاكل. بعد كده في سنه ثانيه دخلنا طلعنا واخدنا المناهج بتاعتنا واخدنا دورات العمل برضه في الهيدروليك وفي النيوماتيك والالكترونيوماتيك واللحام وغيره وغيره. في سنه ثالثه دخلنا الهيدروليك ودخلنا اللحام برضه، ودخلنا الاقسام دي كلها في الحاجات دي كلها، والمدرسين بتوع العمل ما شاء الله ممتازين. هنا الكليه هنا المدرسه حتى يعني بيساعدوا الناس كتير وبيعلموهم. انا استفدت كتير قوي في المدرسه هنا، والحمد لله يعني بحمد ربنا ان انا دخلت مبارك كول، لان كان في ناس كتير قوي عايزه تدخلني ثانوي، ومن ضمنهم والدي وجدي الله يرحمه، كانوا يعني هم مصممين ان هم يدخلوني ثانوي، بس انا الحمد لله صممت على مبارك كول ودخلت ووصلت لحلمي الحمد لله. يعني نقدر نبشر زملاتك ان هم كان الاختيار موفق في اختيار المدرسة. اكيد طبعا. تكملة. اكيد طبعا. وان لو حد عنده امل او عنده رغبة ان هو يكمل وربنا يوفقه. لا بص، يحط هدف قدامه، الهدف هو عايز ايه، اهم حاجه يركز عليها، يشوف هو عايز ايه وحابب ايه. تمام. وما تبصش مثلا انا مجموعي مثلا كليتي اللي انا عايزها تبقى 80%، يبقى انا جبت 80% وخلاص يبقى انا ادخل. لا طبعا مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها انا اسعى لاقصى حاجه انا اقدر اجيبها، تمام، عشان خاطر ربنا يكرمني وان انا احقق. لان انا ممكن في السنه اللي انا دخلت فيها يكون التنسيق بيتغير كل سنه، فال 80% بتوع السنه دي ممكن السنه اللي جايه يبقوا 85%، وانا ما اضمنش. تمام. انت تشتغل على هدفك وتتعب، وربنا اكيد مش هيضيع التعب بتاعك. انتهينا من الجزء الاول مع الطالب المغمور اللي ربنا ان شاء الله في لقاء قادم هنشوفه باشمهندس قد الدنيا في الاي تي. وفي اللقاء اللي جاي بقى مباشرة انتظرونا مع اول سنة اولى كلية بقى. الى اللقاء، وهنشوف مع عبد الغفور الجزء الثاني.